السلام عليكم حبيباتي وميماتي الغاليات اللي منورين ليا القناه كديرين لبس عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير، اموركم كل على خير ان شاء الله، دائما ناشطين فرحانين سعداء. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. ميماتي وصحباتي واخواتاتي وحتى المشتركين جداد، مرحبا والف مرحبا بكم. نتمنى هاد القناه المتواضعه والبسيطه تعجبكم وتكونوا دائما كتستافدوا منها ولو غير شويه. مهم ما تخرجوش خاويين، دائما الافاده والاستفاده. والهلا خطيكم عليا وحق الله العظيم اي كلمه نقدر نقولها ما توفيكمش حقكم، خصوصا الفيديو ديال البارح عطيتوني واحد الطاقه ايجابيه، واحد لي كومونتير اللي كيطلعوا المعنويات. الله يفرحكم والله الا كندعي مع كل وحده كتكتب لي تعليق. الله يفرحكم، الله يسهل عليكم، الهلا يحرق فيكم شي عظم. وكنتمنى ربي لا يحاشمكم اي حاجه حطيتو فيها يديكم، ربي يسرها ليكم، يخلي لكم ربي الصحيحه. كيف كنقول لكم دائما تهلاو في ديك الصحيحه، حيت الا ما تهليتيش في صحتك ما كاينش اللي يتهلا فيك، تجي فيك والله ما يعقل عليك شي حد. اللهم تهلاي في صحتك وتهلاي في وليداتك ومولا دارك. والله يفرحكم، الله يفرحكم. اي دعوه نقدر ندعيها معكم والله العظيم لا تستحقوا كل خير. الله يسهل عليكم، والله يفرحكم، والله يرزقكم الجنه يا ربي. واللي ماتوا الله يرحمهم ويرحم ميمتي ويجعل مثواهم الجنه يا ربي امين. والهلا يخطيكم، الله يعطيكم الصحيحه. هذا ما نقول لكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم روتين بطاقه ايجابيه كيف العاده وبحماس. غنتشارك معكم روتينات بسيطه يعني على قد الحال، متواضعه محترمه، يعني غير في الكوزينه. وتتقولوا لي لي كومونتير ديالكم واش كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات ولا نبقاو غير في الوصفات، يعني اقتراح الغداء الكوتي العشاء. مهم راني متحمسه. ديروا لي اللايكات، شجعوني يا البنات بلي جيم ديالكم لانه هما اللي كيحمسوني، وكنعرف ان الفيديو يعجبكم. بطبيعه الحال الا شفتوني انني صداحه. مرحبا بكم وبسم الله على بركه الله. نبداو في الروتين ديالنا. زعما هنا راني كنوريكم الكوزينه راها مجموعه صباحه مجموعه. واخا ماشي دائما، الله ملي كتكون هكايا مجموعه تيكون الحماس وتيكون النشاط وتيكون عندك الخاطر ديري كل شيء وانتي مرتاحه. دابا بسم الله غادي ندوز نحضر معكم غديوتي اللي كان تحت طلب واحد الاخت. الدجاج المحمر والمدغمر غير بالطريفات ديال الدجاج. هنايا خديت كميه ديال الدجاج تقريبا الدجاجه كامله محيد منها غير صدر باش نديرو في طبيعه الحال في وصفه واحده اخرى. بطبيعه الحال مغسول بليله من قبل بالملحه والحامض وسكينجبير ومسقطر وبايت في المجمد. كنفلحو هكايا باش دغيا دخلو العطريه، وكندير له نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، ونص معلقه ديال السكينجبير، وشويه ديال ضامه ديال الزعفران. انا كناخذ ديك الباكيه ديال الضامه ديال الزعفران وكنفرتتهم وكنديرهم في واحد القرعه باش كيجيني ساهل نستعملهم. شويه ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، شويه ديال المروزيه ديال الدجاج، اولا انا عندي هاد العطريه ديال الحداقه فود ديال الدجاج بالحامض. وعندي هذه اللي كتعطي البنه الطيابي راه ديجا تشاركتها معكم، المعجون ديال الثوم وسكينجبير. كندير منه معلقه صغيره ونص اللي رائع وما كيخطانيش. ها هو دايره دابا اكثر من شهر، شوفوا اللون ديالو كيبقى هو. واللي ما عندوش هذا المعجون هذا كيدير 3 الفصوص ديال الثومه محكوكين لان الدجاج تيبغي الثومه. وعندي هنايا واحد ربع حامضه مصيره اللي كنقطعوها باللب وبالقشور طريفات صغار يكون داك المعسل. وعندي هنايا نص حامضه اللي كنعصر العصير ديالها تقريبا واحد 3 المعالق ديال العصير ديال الحامض. وباش هاد الدجاج يجينا بنين ويشرب لينا التوابل واخا نطيبوه مباشره، غادي نديرو معلقه صغيره ونص ديال الخردل اولا لا موطارد. كيعطي واحد البنه للدجاج وكيخليه يشرب الشرموله دغيا. وكنضيف شويه ديال القزبر والمعدنوس، كنشرمل الدجاج مزيان وكندخل العطريه لدوك التفليحات اللي فلحنا الدجاج صافي. وهنايا خديت البصلات تقريبا 3 ديال البصلات كبار، شلطتهم هكايا في لاله الحادقه اولا في هاد الهشوار ديال اليدويه اولا كتشلضوهم. المهم 3 ديال البصلات. مباشره غادي ندوز نصب الدجاج. كناخذ هنايا الكوكوت اولا كاميله اولا طنجره. المهم انا تيعجبني نطيب الدجاج محمر في الكوكوت. كندير شويه ديال زيت المائده مع زيت الزيتون تيعجبني نخلطهم. وكنضيف هذوك 3 البصلات. مهم البصله على حسب الكميه ديال الدغميره اللي بغيتو، او واخا تكثروا ديروا 5 6. الدغميره كتجي رائعه بنينه ديال زمان اللي كانوا والدينا تيجيبوها لنا في الخبز، كتجي واعره بزاف. وكندير واحد القبيصه ديال الملح وكنشحر شويه هاد البصله غير تهبط لينا غير شويه ماشي بزاف بحال هكا.
وغادي نضيف هذاك الدجاج. هانتوما عندي واحد 2 الفخيضات كاملين يعني بالركبه ديالهم والجنيوحات. غادي نقلي شويه هاد الدجاج هذا واحد الدقيقه غير على 2 جوايه، لان انا ما خليته لا يرتاح لا والو. اما خلاص الا خليتوه يشرب واحد ساعه ولا راه ما نعاودش ليكم. صافي كنخليوه هكا يتشحر شويه غير حتى تطلق لينا ديك البصله الماء ديالها. وغادي ندير الكوينصات وهاد العناق اللي شرملتهم في ديك الشرموله اللي بقات ليا، والكبده كنخليها حتى الاخر. كندير غير العوينقات العنيقات والقانصه، والكبده غنخليها حتى الاخر. الكبده ديال الدجاج قلت لكم درت الدجاجه كامله خليت غير الصدر صافي. وغادي نضيف دابا الماء الكافي، غادي نمرق الماء الكافي حتى كيتغطى لينا الدجاج فاش غيطيب على خاطرو. وكنضيف واحد نص معلقه ديال السمن، انا ما كنضيفها حتى كندير الدجاج في الكوكوت باش هكا ما كيلصقش لينا في الاناء غير كيضيع. حتى كنديروا الماء عاد كنضيفوا السمن صافي. وكنسدو على الدجاج ونخليوه يطيب. ودابا غادي ندوزو نقطعوا الفريت. المهم هذه هي البطاطا البنات ديال الفريت اللي كتكون فيها النباته، يعني ما كاين لا سلاق لا دير نشا لا والو، كطيب طبيعيه. وراه بيني وبينكم البنات البطاطا الطبيعيه اللي كطيب بلا داك قوه النشا وداكشي هي اللي كتجي بنينه وكتجي فيها ديك البنه ديال الفريت. المهم انا غير قشرتها وكنقطعها هكايا. كنقطعها هكايا بالشكل العرضي لانني غنقطعها بواحد القطاعه. المهم كنوعوا مره الوليدات. خلاتها بنتي هبه قالت لي ماما ملي وليتي كتقطعي الفريت بهاد الاله هذه ولات كتجي بنينه. المهم الوليدات اي حاجه تتفرحهم غنبدلو صافي. المهم نتوما قطعوا الفريت بالشكل اللي بغيتو. وهاد الدجاج هذا راه طلباتو مني واحد الاخت اللي يلاه مزوجه، قالت لي عافاك اختي حسنه يلاه بديتو الكوزينه، وقالت لي بغيت ندير الدجاج المحمر والمدغمر غير طريفات ديال الدجاج يلاه باديه بشويه عليا. مرحبا بك الزين واعتبريني اختك، واي وصفه اي حاجه ثقلت عليك خففت عليا اي وصفه قديت عليها وسميتو نديرها لاختي بالشرح الوافي والكافي وغيقبلوا عليا. راني عارفه فيا الهضره بزاف. صافي غادي نقطع الفريت وغنغسلها مزيان. هو ضروري الفريت ما خصش تبقى فيه هذيك النشا ديالها، غسلوها مزيان. وغادي نرقدها، غادي ندير ليها الخل العادي وغادي ندير الملحه. المهم ديروا كميه الملحه باش ما تحتاجوش ديروها من بعد. وغنخليها مرقده في داك الماء واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، عاد ندوز نصفيها ونقليها. يعني ما تحتاج لا سليق لا نشا لا والو. صافي وغندوز نحيد عليها هاد المعانات اللي كيولدوا عندي. انا ما عرفتش كنستعمل المعان بزاف يعني الا خليتهم حتى الاخر تولي الكوزينه كتشطح وكتغني. صافي نحيد عليها هاد المعانات وغادي ندوز غنلقى الدجاج طاب وغادي نحيدو وغادي نديرو في المقله الثقيله اللي فرش فيها بابي سولفوريزي باش ندخلو يتحمر ليا شويه في الفران. وغادي نزيد الكبده في هذيك المرقه ديال انا الكبده البنات ما تنسلقهاش. الكبده باش ما تجيش فيها ريحه السفوره حيدوا ليها غير داك الغرق، لا داك العروقه العروقه الكحلين اللي كيكونوا فيها راه ما كتجي فيها لا زفوره لا والو. دوك العروقه الكحلين هما اللي كيعطيو ديك الزفره. صافي كندير الكبده. ودابا في هذه المرحله ما كنغطيوش الكوكوت، كنبقاو نخلطو هكايا نحركو التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الدغميره ديالنا وكنتحصلوا على الدغميره اللي بغينا على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي الدغميره ديالو. كاين اللي كيبغيها جاريه، انا تتعجبني تكون واقفه في الزويته ديالها. المهم انا تتعجبني الحاجه اللهم تكون قليله وبنينه ولا كثيره وباسله. وصافي كندوز كنقلي الفريت عادي يعني كيف ما كنقليو الفريت. هانتوما كيفاش كتجي وتا ديك التقطيعه ديال البطاطا كتجي شي حاجه مغايره. هنايا الدجاج غادي ندهنو بشويه ديال زيت المائده مع شويه ديال الزبده وشويه ديال التحميره. هذه هي الخلطه باش كندهن الدجاج. وصافي غندخلو يتحمر بما يتقلى ليا الفريت. وهانتوما شوفوا الدغميره وقفات في ديك الزويته ديالها. غادي نزيد عليها الزيتون، المهم الزيتون اللي عندكم. صافي وغنخليها واحد 5 دقائق مازال وها هي واجده. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي بنينه معلكه. والله البنات الا فيها داك المذاق ديال الزمان اللي كانت كتجيب ليا امي الله يرحمها والله يذكرها بخير في الخبيز. كتكون فيها واحد البنه واخا كتكون بارده كتكون فيها واحد البنه ما كتنساش. سبحان الله العظيم والله افتقدنا دوك الايام مشتاقين ليهم ما بقاوش الصراحه. ايوا الحمد لله على كل حال. ها نتوما البنات كنعاود نوريها لكم كتجي زوينه. وانا تتعجبني الدغميره في هذا في الاواني ديال الالومنيوم. ما عرفتش واخا هو راه ماشي صحي ولكن البنه ديالو في شكل عاوتاني.
ها نتوما من بعد ما كنقدموها كاين في الطبسيل، ها هو الدجاج تحمر ليا شويه، ما خليتوش حتى يشربوا الفران باش يبقى هكايا رطب. صافي هذا هو غدانا اليوم. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال، ونتمنى الاخت اللي طلبته مني يعجبها. غادي ندير عليه الفريت من الفوق. صراحه ما عجنتش اليوم، عرفتي سخون الحال جبنا غير الخبز داك ديال العراسات باش تكمل هي هذيك المناضله اللي قطعناها. الصراحه ما بقيناش كنشربوها غير الماء. الله يجعل البركه. وانا ماشي من النوع اللي كيدير ماكله ويدير الشلايض وهذا. صراحه نديرو ماكله وحده صافي، الله يجعل البركه. اللي كيبغيها كيشلاضه ديال الخس ومطيشه ممكن يديرها، الا درتها الصراحه تتبقى ليا. كنديروا ماكله وحده وتناكلوا فيها، الله يجعل البركه. ها نتوما نغمس لكم باش تشوفوا ديك التعليكه، راه ما كتجيش ناشفه يعني واكحه، لا راه فيها ديك الزويته ديالها تتجي. يا سلام، جربوها وردوا عليا. صافي ان شاء الله من بعد ما تغديت غسلت هذوك الماعن اللي كيولدوا صافي، وغنخليهم حتى يتسقطروا، وغادي نمسحهم ونردهم لبلاصتهم. ومشيت كيت واحد شويه وقلت ضروري نتشارك معكم شي حاجه للكوتي. اكيد ما تخرجوش من الفيديو خاوي. وغادي نتشارك معكم واحد الوصفه اللي ولات ادمان عندي، وعند اللي ضاقها عندي كياخذ المقادير ديالها. رائعه يا البنات، ما هي كيكه، ما هي بسبوسه، انا كنسميها فطيره لان كتجيب السميده والدقيق كتجي واعره. جربوها جربوها، انا كنأكد عليكم تجربوها وانتم غتجيو تعلقوا ليا. عرفتي كتجي خفيفه بحال الريش، واحد البنه. ما نعاودش ليكم، وكتجي بحجم عائله تقريبا. هذا المول فيه 30 او 32 سنتيم. جربوا هاد الكيكه ولا هاد البسبوسه ولا هاد الفطيره، سميوها كيف بغيتوا، لان فعلا كتستحق التجربه. بالنسبه للمقادير، بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ دائما باش تجينا الوصفه ناجحه. يكون البيض ديجا جابدينه من الثلاجه او لا يكون عندنا في الكوزينه. جوج ديال البيضات اللي تيكونوا كبار. غادي نزيد عليهم 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام اللي هي كاس عنبه قل ربع، يعني كاس عنبه ما عامرش كيف كتشوفوا. غادي ندير بطبيعه الحال واحد القبيصه ديال الملحه ضروريه في الكيك وفي الحلويات. وغادي ندير سكر منسم بالفاني 7 غرام. وغادي نخلط البيض مع السكر بالطراب الكهربائي او لا في الميكسور او لا في الخلاط الكهربائي اللي عندكم ديروه. صافي حتى كيتبدل لينا اللون ديال البيض كيولي هكايا فاتح. عاد غادي نضيف كاس ما عامرش، يعني كاس لاروب ديال الزيت النباتيه او الزيت العاديه. كاس لاروب اللي هي 100 مليلتر. وهنايا غادي نضيفوا واحد القشره ديال الحامض، او الليله عندكم داك القشور ديال المركز ديال الحامض. انا عندي في المجمد هو اللي كندير، يعني كندير معلقه كبيره. كثروا القشور ديال الحامض باش كتجي النكهه ديال الحامض مجهده مع يوغورت ولا دانون ديال البنان اللي الوزن ديالو 110 غرام. راه واحد البنه ديال الحامض مع هاد دانون ديال البنان ما نعاودش ليكم. وغادي نخلط عاوتاني مزيان حتى كينسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم. وغادي نحيدوا الخلاط الكهربائي. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال بودره الكريم باتيسير اولا الكاسترد، يعني الكريم باتيسير اللي كنخلطو مع الحليب. كنحتاجو منها معلقه كبيره، صدقوني راه كتعطي واحد المذاق واحد الخفه. كتجي في هاد الفطيره ولا هاد الكيك ولا هاد البسبوسه رائعه بزاف. دائما كيف كنقول لكم، دائما غربلوا هكايا النواشف باش ما كيبقاوش لينا دوك الكويرات. كنخلط شويه وغادي نضيف كاس عنبه ما تيكونش عامر ديال السميده رقيقه باش كنديروا البسبوسه اولا البغرير. كاس عنبه ما تيكونش عامر، هذا راح يتقل من الكاس العنبه شويه، داكشي علاش كيبان لكم عامر. تقريبا 100 غرام ديال السميده رقيقه. وكنخلط مزيان. وغادي نضيف كاس عنبه وربع ديال الدقيق الابيض اولا الفارينه. كاس عنبه وربع تقريبا 130 غرام ديال الدقيق. مهم من كاس حتى الكاس وربع نتوما عبروا، حيت بعض المرات راكم عارفين كاينه السميده اللي كتشرب بزاف وكاينه اللي لا. كاس اولا كاس وربع. المهم تلقاو المقادير مضبوطه كيف العاده في صندوق الوصف. القوام ديال هاد الكيكه ولا بسبوسه ولا فطيره قولوا لي صدعتينا المهم تيجي بحال هكا كيف غنوريكم. غادي نضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش هكا تزيد تخفف لينا، واخا هي كتجي ريشه راه تهزوها بصبع واحد كتجي ريشه. كنخلطوا مزيان وهذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. وفي اخر مرحله غادي نزيدوا جوج ديال الخمارات اولا البيكين باودر 16 غرام، يعني جوج ديال الخمارات بطبيعه الحال حتى هما كنغربلوهم باش ما كيبقاوش لينا دوك الحبيبات.
وغادي نحركو. غنوريكم القوام، غنوريكم واحد الحيله كنديرها. الا شربت لكم السميده بزاف، يعني عندكم السميده كتشرب بزاف، غادي تزيدوا 4 كاس ديال الماء، يعني على حسب النوعيه ديال السميده. انا كنهضر لكم على شي حاجه اللي وليت حافظاها، يعني هاد الفطيره ولا هاد البسبوسه ولا هاد الكيكه كنديرها بعض المرات كيجيني القوام هو هذاك، بعض المرات كنحتاج انني ندير 4 كاس ديال الماء. بحال دابا جاني هو هذاك. هنايا خديت هاد المول اللي فيه تقريبا 30 32 سنتيم. مهم هذا راه الكبير كبير بزاف. هاد البسبوسه ولا كيكه راه كتجي عائليه. بطبيعه الحال دهنته بشويه ديال الزبده ورشيت فيه الدقيق، وغادي نصب فيه هذا الخليط. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش كيجي، غير تبعوا المراحل وبغيتكم تجربوها وتردوا عليا، الله يسهل عليكم. صافي كنحاول هكا نساويها باش كتجيني مقاده، ما كتجيش جهه طالعه وجهه هابطه. وبالنسبه للتزيين اللي كيزيدها واحد البنه وواحد اللذه. بطبيعه الحال التزيين تيبقى اختياري، كل واحد وشنو عنده. انا هنايا زينت بشويه ديال اللوز ايفيلي، ممكن ديروا حتى كاوكاو ايفيلي حتى هو كيجي مزيان. كنديروا هكايا، المهم كنوزعوا هكايا من فوق منها. وعندي شويه ديال لي بيبي دو شوكولا اولا الشوكولات ديال الكوكيز، انا عندي النوعيه المزيانه. كناخذو من عند مول الحلوى اللي كيكون فيه واحد النسبه ديال الكاكاو ما شاء الله تيعطي 10 دراهم، راه فيها كميه كثيره. راه درت منها غير شويه، ماشي 10 دراهم كلها، درت غير شويه. كنمرمدوه هكايا في الدقيق وكنصفيوه وكنديروه من الفوق باش كيبقى لينا هكايا الشوكولات من الفوق. وكندير واحد الساشيه ديال الفاني 7 غرام، كنوزعها هكايا على الفطيره من الفوق. صافي وغندخلها الفران اللي تيكون بارد، يعني حتى كندخلها عاد كنشعل عليها غير من التحت حتى طيب، ونهبطها من الفوق تحمر. كتاخذ لينا نص ساعه، يعني ما كتاخذش وقت طويل. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كتجي رائعه، واحد الريحه بعدا كتسارى في الدار ديال الحامض والبنان والفاني، ما نعاودش ليكم. جربوها عافاكم. الا شفتوا الفيديو بالليل غد ليه جربوها وردوا عليا، بغيت تعاليقكم بخصوص هذه الوصفه. وراه الا جربتوها صافي غتبقاو ديروها، خصوصا في الصباح ولا في الكوتي. كتجي بنينه واعره واعره. انا قلت لكم اللي ذاقها عندي راه تتعجبو. تنقول لكم زعما ماشي كنهضر، كنقول لكم شي حاجه اللي واقعيه بصح وتيشكروها ليا الناس. ها نتوما شوفوا معايا كتجي ريشه واحد الخفه. وهنايا راني قطعتها باقا سخونه، يعني باقا كتحرق. آه رائعه، عائليه، اقتصاديه. كيف قلت لكم التزيين تيبقى على حسب كل واحد وشنو عنده. شوفوا معايا الخفه راه توركوا عليها تهبط كامله. ان شاء الله نتوما تجربوها. انا ملي كنأكد لكم على شي حاجه كنبغيكم تجربوها. ويشكرها لكم ان شاء الله مول الدار. شوفوا معايا الخفه، واحد المذاق فيها واعر. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا كيف جاتكم، حيت كتستحق التجربه. وتقولوا لي الراي ديالكم في الفيديو ديال اليوم، واش عجبكم، واش تبغيو فيديوهات بحال هكا، اقتراح للغداء، اقتراح للكوتي، اقتراحات للعشاء. وتشجعوني، اهم حاجه نشوف لايكاتكم وتعليقاتكم باش نعرف الفيديو عجبكم. ما شفتش التعليقات واللايكات غنقول واقيلا ما عجبهمش الفيديو. ها انتم شوفوا معايا، راه كنوريكم من جميع الاتجاهات. راه كتجي واعره. انا هذه راه معتمده عندي من زمان يعني، وكنت كنديرها غير ما كنزينهاش بالشوكولات من الفوق. كان كيبيعها راجلي في الحانوت، ويلي راه طرف واحد كان ب3 دراهم. كانوا كيحماقوا عليها الناس وكيجيو كيسولوا عليها وكطير، يعني في البلاصه كطير. صافي هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الكوتي والعشاء ديالنا. العشاء درت البيض ومطيشه، الله يخلف الله يجعل البركه. تبارك الله كلينا في الغدا. المهم شويه الاقتصاد، غادي تيكون شي شويه والعشاء تيكون شي شويه. والله يخلف الله يجعل البركه القناعه في القلب. خليت لكم الراحه يا اغلى الناس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.